بس انا سمعت عنك يا ابو حماده ان انت بخيل، وعرفت ان مين اللي قال كده؟ بقول لك سمعت يا ابو حماده. ولا حماده. ايوه يا بابا. روح يلا هات لنا نص كيلو لحمه من الجزار اللي على اول الشارع. حاضر يا بابا. عرفت اني مش بخيل ودي اشاعه طالعه عليا في البلد. عرفت يا ابو حماده. انت عارف يا بابا ان انا طفل عندي 25 سنه وبريء. ايوه يا ابني. فرحت للجزار قلت له هات نص كيلو لحمه، قال لي هديك لحمه زي الزبده. فقلت ما دام الموضوع كده هروح للسوبر ماركت اللي على اول الشارع، وبالفعل رحت للسوبر ماركت قلت له انا عايز انضف حاجه من الزبده. قال لي هديك زبده زي العسل. فقلت ما دام الموضوع كده، فرحت للراجل بتاع العسل وقلت له هات لي انضف حاجه من العسل. قال لي هديك عسل زي الماء الصافي. فقلت لنفسي ما دام الموضوع كده فاحنا عندنا ميه صافيه في البيت. وبالفعل يا بابا جيت من غير ما اشتري حاجه. ايوه يا ابني، بس انت استهلكت الشبشب بتاعك في اللفه على المحلات. لا يا بابا، ما انا كنت لابس شبشب الضيف. ده انتوا عيله خرا جلده. ايه يا ابو السيد بتنادي؟